السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وكل تحياتي لكم. سعر الدولار اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 في البنوك والسوق السوداء. في البداية أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد من حديث المدينة. ما زال الدولار في ارتفاع في البنوك، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار وسجل 24 جنيه 74 قرش للشراء، 24 جنيه 77 قرش للبيع. بنك المشرق وبنك الأسكندرية والبنك الأهلي المتحد وبنك فيصل الإسلامي 24 جنيه 72 قرش للشراء، 24 جنيه 77 قرش للبيع. البنك المركزي المصري 24 جنيه 71 قرش للشراء، 24 جنيه 79 قرش للبيع. بنك الكويت الوطني 24 جنيه 71 قرش للشراء، 24 جنيه 77 قرش للبيع. ميد بنك 24 جنيه و70 قرش للشراء، 24 جنيه 77 قرش للبيع. البنك المصري لتنمية الصادرات 24 جنيه و70 قرش للبيع، 24 جنيه 75 قرش للشراء. بنك قطر الوطني 24 جنيه و70 قرش للشراء، 24 جنيه و77 قرش للبيع. البنك التجاري الدولي CIB 24 جنيه 68 قرش للشراء، 24 جنيه 75 قرش للبيع. كريدي أجريكول وبنك بالوم وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الاستثمار العربي وبنك التنمية الصناعية وبنك أبو ظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الأول وبنك HSBC 24 جنيه 67 قرش للشراء، 24 جنيه 77 قرش للبيع. بنك مصر والبنك الأهلي المصري سجلوا 24 جنيه 66 قرش للشراء، 24 جنيه 71 قرش للبيع. وأخيرا المصرف العربي الدولي سجل 24 جنيه 65 قرش للشراء، 24 جنيه 75 قرش للبيع. أما عن سعر الدولار في السوق السوداء فهو يسجل 26 جنيه. في النهاية لكم مني كل تحية، دمتم في رعاية الله، مع أجمل وأرق تحياتي، والسلام عليكم.